بون بالنسبه للبارتيه تاع اسبانيا وفرنسا غادي تكون بارتيه صعيبه باسكو مام نيفو مام تقريبا بريسك لي جوار عندهم نفس نيفو. راني شاك هكا تروح بروميغاسيون حتى الا كملت في دقيقه 90 سكور تاع 1-0 فرنسا. انا بانت لي بلي غادي يخلص 2-1 وتربح الاسبان بربي ان شاء الله. وباينه بلي غادي يكون كيما نقولوا حنايا ماتش مزير، وليكيب دو فرونس ثاني تلعب بولا شابه ومنها بصح جهه كونتي تكنيك وبولا وفورماسيون ريمونتادا الاسبان اللي عندها كيما نقول بوكو بليس ديكسبيريونس. هذه هي سما غادي يخلص 2-1. فيما يخص مباراة تاع اسبانيا وفرنسا، مباراة متكافئة. لي دو زيكيب عندهم دي جوار زعما هاربين تكنيكمون، ونتوقع غادي تروح بينارتيات ولا برومونغاسيون وغادي تكمل لصالح اسبانيا. ونتوقع مبابي غادي يسجل، وفي اسبانيا نتوقع لامين يامال. فرنسا في مستوى هارب بزاف، هي اللي تدي كوب دي موند وتربح واحد الدواء هكاك. مبابي ماركي زوج هو اللي يدي جولدن بوت مبابي وما يدو كوب دي موند. هاي هاربه بزاف في مستوى فرنسا. Le match تاع l'Espagne France, d'après mon opinion, c'est un match piège pour les Français. C'est un match piège pour les Français. Malgré المرشح الأول, mais c'est un match très serré. Mais gare à la France دخل ديك la suprématie تاعها, parce que l'envie تاع les Espagnols c'est déjà l'envie تاعهم il est distrait. من تحت وقادر يديروا لهم une grande surprise pour passer la finale. النتيجة أنا نتوقعها نتيجة سيري شوية، ما تفوتش على لي 2-1، ما تفوتش على لي برولونغاسيون. Je pense 2-1 pour l'Espagne, comme les prolongations peut faire mal l'Espagne. بالي بلي ماتش صعيب بزاف، ما زوج لي زيكيب ما شاء الله، الزوج مستوى مليح، وانا نتوقع عندي احساس بلي اسبانيا ديرها بفرنسا، بكري دير بها، وانا نتوقع بلي اسبانيا تربح.